يا حبايبي عاملين ايه؟ بصوا هنعمل النهارده ان شاء الله كشري المصري. ماشي، دلوقتي انا غسلت العدس بجبه. ماشي، وحطيت ميه على النار وهنزل بيها اهي. هنسيبها تتسلق بس يعني نسلقها في حله كبيره كده، وهقول لكم بعدين. بصوا انا قطعت البصل جوليان، انت بقى ايه فرطي براحتك. بصي هو بيتفرط لوحده اهو. ماشي، انا برش عليه رشة ملح. ماشي، رشة بسيطة كده من النشا عشان يبقى مقرمش. تمام، قطعي بقى البصل اللي انت حباه، عايزة يعني كمية كبيرة كمية صغيرة، هو كده كده اصلا لما يتحط في الزيت هيكش اهو. البصل بصوا حاولوا تخرطوه كده وانتوا بتحطوه في الزيت. ما نقلبوش خالص الا لما ينشف من تحت شويه. قلبي بقى. وادي العدس بجبه. بصي لسه مستوعبش، قرب يستوي اهو. ابتدى يحمر اهو. نطلعها اهي على ورق بقى، على صفاه، اي حاجه اهو. الزيت ده ما ترميهوش، احنا هنحتاجه دلوقتي، هنعمل بيه بقيه الكشري. والعدس اهو بيتسلق. تمام، اول ما هيستوي الميه بتاعه العدس ما تترميش. هقولك هنعمل بيها ايه دلوقتي. صفيها في حله تانية لحد ما نيجي. كده صفيت العدس اهو في مصفى، وخدت الميه تاني بتاعه العدس بكبه. هنسلق فيها المكرونه، وهاخد منها كوبايه هنسقي بيها الرز. ادي الميه غليت، انا اهي حطيت كيس مكرونه صغيره. على فكره المكرونه دي بتستوي قبل المكرونه الاسباجيتي، فدي هتاخد غلوه وبعد كده انزل عليها بالمكرونه الاسباجيتي. بصوا انا بحب اجيب اللي هي الصغيره دي، انا ما بحبش اجيب الكبيره. غليت غلوه اهي. هننزل بايه؟ بالمكرونه الاسباجيتي. ماشي،
قرب يستوي اهو. واول ما بصوا انا هصفيه وهحط عليه حبة زيت من ده بتاع قلية البصل. اول ما انت ما تصفي البتاع ده، اول ما تصفي المكرونة هتروحي حاطة عليه حبة زيت، هتشطفيه بس شطفة كده تحت الحنفية، بعد كده تحطي عليها حبة زيت وتسيبيها. نعمل الصلصة بتاعة الكشري. توم اهي، طبعا ده الزيت بتاع البصل. هننزل بالخل، هننزل بالطماطم. بكتر تغلى اهي، هنحط معلقة صلصة، وهنوطي عليها لحد ما تتسبك براحتها. اتسبكت اهي كده، قفلت عليها تمام. الرز بقى انا حطيت الزيت بتاع البصل، حمر فيه البصل الرز بسرعة كده اهو. نحط ملح، هنسقيها بالمية بتاعت العدس بجبة اهي. كده هنزود سنة بسيطة كده، وقعت كده يبقى القوام مظبوط. نسيبه بقى يستوي. الشطة بتاعتنا نحط هنا زيت ماشي يسخن، وننزل بيه بالشطة. ننزل بقى بالشطة، بنزل بشوية صلصة، بص انا بحب احط رشة خل، عصرة ليمونة تديلها مزازة جميلة. قلبيها بقى، نسيبها شوية ونقفل عليها كده تمام. نقفل عليها وهنفضيها. الرز اتشرب اهو، نوطي عليه نغطيه اهو. حطينا المكرونة والرز والصلصة، دي الشطة اهي اهي. العدس اهو، سامعين القرمشة اهو اهو. ايه رأيكم؟ لسه الحمص
بصوا يا جماعة تحفة. طبعا اللي عايز يحط شطة يحط. احلى كشري وانضف من بره. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.